عشان المغرب وتونس تحديدا في الكرة العربية أنا دايما بتوقع منهم مفاجآت. المفاجأة الحقيقية المنتخب السعودي في أول مباراة، وبعد كده إن هم حاولوا كمان يعني يستمروا أكتر، ربنا ما وفقش بس كانت مفاجأة. ولكن اتمنى ان المغرب كده عملت حاجه محدش عملها قبلها، اول منتخب عربي يوصل دور الثمانيه واول مجموعه تقريبا، اول مجموعه بالظبط. فان ده يستمر بلقب جديد او بحاجه جديده، حتى طبعا يعني لو ما فازوش بكاس العالم بس هيبقى ستيب كمان يخش دور الاربعه. دي حاجه تبقى عظمه، فبندعي لهم وكلنا قلبا معاهم. ومهما كنت انت بتشجع فرق اوروبيه هتلاقي منتخب عربي بيلعب قلبك صح. عايز من النهارده حلو موسى شايف كمان انها بدات تغني للتشيك انا شايف طبعا كده خلاص العالم قريه صغيره يا جماعه. يعني قريب جدا هتلاقي المطربين العرب لازم يبتدي يغني انجلش خلاص طالما اللهجه مفهومه. ليه لا؟ تعاوننا مع ملحنين. تجربه انا عملتها زي ما بقول لك شيرين عملتها في تتر مسلسل من كلمات علي المولى جونيور والحان صلاح الكردي خالص. يعني حتى الدراما كانت بتقدمها هي بتعملها النهارده. لا يعني انا شايف ان احنا بالفعل مقصرين ان احنا نغني بلهجه لبنانيه، لهجه مفهومه. الشعب المصري فاهم اللهجه اللبنانيه من ايام ست فيروز، زين المفردات. نادرا لما تلاقي حد مش فاهم كلمه او تفصيله معينه. فيعني خطوه جميله وبدايه في